تخيل لو الصحراء اللي تعرفها ليها حارس أقوى من أي جيش في العالم. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب الصحراء الغربية الشاسعة كانت الجيوش الأفريقية بتتقدم بكل غرور. كانوا فاكرين إنهم بيواجهوا مجرد رمال وفراعنة، لكنهم ما كانوش يعرفوا إنهم داسوا على أرض مقدسة بيحميها إله بنفسه. أنوبيس حارس عالم الموتى حس بانتهاك حرمة مملكته. غضبه كان زي عاصفة رملية هدت كل شيء في طريقها. من تحت الرمال بدأت جيوش من الموتى تتحرك، أجسام محنطة وعيون بتشع بنار الانتقام. الجيوش الغازية وقفت مصدومة، رعبهم كان أكبر من أي سلاح. صرخات الجنود اختلطت بأصوات الموتى اللي ما بتنتهيش. المعركة اللي كانت بين جيشين اتحولت لجحيم على الأرض. الفراعنة نفسهم لقوا نفسهم في موقف أصعب من الخيال. عدو من الجنوب وعدو تاني بيصحى من القبور. كان لازم ياخدوا قرار مصيري، يواجهوا مين ويسيبوا مين. قوة لا يمكن تصورها كانت بتتصادم في معركة هتغير مجرى التاريخ. الجنود الأحياء كانوا بيقعوا واحد ورا التاني قدام جيش الموتى. أنوبيس كان بيراقب من بعيد وغضبه بيزيد مع كل لحظة. الصحراء اللي كانت هادية اتحولت لمقبرة مفتوحة للغزاة. الفراعنة أدركوا أنهم مش بيحاربوا مجرد جيش، دي حرب ضد إله. تحالفات مستحيلة